المواجهة ما بين المغرب وفرنسا كتعتبر أقوى عقبة كيواجهها المنتخب المغربي في هذا المونديال. حنا ما كنهضروش على منتخب عادي، حنا كنهضروا على وصيف بطل كأس العالم 2022، المنتخب اللي وقف رحلة الأسود في مونديال قطر 2022 في دور النصف النهائي. وهنا كنتسائلوا واش المنتخب الفرنسي باقي بنفس القوة؟ واش غادي نعاودوا نفس السيناريو؟ المنتخب الفرنسي باقي محافظ على نفس المدرب ديديه ديشان، المدرب اللي كيخدم على التكتيك العالي وكيمتلك القدره الفائقه على اداره البطولات الكبرى. ونمشيو دابا اللاعبين ديال المنتخب الفرنسي اللي عرفوا تغيرات بارزه، وبزاف ديال النجوم اللي اعتزلوا بحال القائد هوغو لويس والمهاجم اوليف جيرو، بالاضافه الى انطونيو غريزمان. وتعوضوا بجيل جديد من المهاجمين بحال مايكل اوليسي اللي عنده قدره كبيره في التحكم على الكره، لاعب مهاري بالاضافه الى تمريرات قاتله، وبالاضافه الى برادلي باركولا تميز بسرعه عاليه في الاداء وعنده مراوغات قويه، بالاضافه الى ديزيري دوي لاعب يستولي على الكره بكل اريحيه، زائد انه كيتحكم في الاعصاب ديالو تحت الضغط. تحول المنتخب من 2022 الى 2026 باعتماده على القائد الوحيد كيليان مبابي. بالاضافه الى هذا الشيء ولا كيعتمد المنتخب الفرنسي على الهجوم المباشر والسرعه القصوى والثبات خط الوسط اللي كيقدم الحمايه اللازمه